وكالعادة مستمرين في فضايح مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب ومصطفى محمد إلى نيوم السعودي. وحط تحت كلمة نيوم السعودي دي 5000 خط لأنها ترجع بينا لبداية الحلقة. في الأول متابع الصفحة اعمل لايك وشير واكتب له رأيك في التعليقات، ولو مش متابع الصفحة نتشرف ان انت تعمل لنا فولو. من فترة واحنا بنتهاجم وبنتشتم وبيتبعت لنا في الرسائل والتعليقات كلام قذر ما يدلش غير على ناس قذرة. الجمهور اللي فاكر نفسه بيشجع كورة وبيشتم حد مختلف معاه في الرأي، فدي قذارة مش تشجيع كورة خالص، ولا لا علاقة بالمبادئ والأخلاق والقيم اللي انتوا مصدعيننا بيها ودوشنا بيها، ولا لا علاقة بالاحترام خالص. وبرضه احنا مكملين علشان مش الناس القذرة دي اللي هتمنعنا ان احنا نعرف الناس بالحقيقة. اتكلمنا على مشاكل محمود الخطيب الحلقات اللي فاتت وخدنا هجوم وشتيمة بسببها، ولو ما كانتش حقيقة ومعروف من اللي بيشتم ما كانش حد دخل شتم ولا ادى اي اهتمام. وشفنا الاعلام الرياضي المصري بعد رجوعه من الاجازات كله بيتكلم على الحلقات بتاعت العبد لله. السؤال هنا بقى للناس اللي عامله نفسها بتشجع نادي القيم والمبادئ والاخلاق وان هم اعظم نادي في الكون وبيفهموا في الكوره، انت ازاي تقول ان النادي الاهلي مشرف مصر وممثل مصر في البطولات المحليه والبطولات القاريه والبطولات العالميه، والنادي الاهلي بيسرق في مصر؟ بيسرق مصر ازاي؟ بالتهرب الضريبي اللي اتكلمنا عليه بقالنا فترة، والحقائق كل يوم بتظهر للناس، بس في ناس ليها مصلحة ان احنا ما نتكلمش على اللي بيحصل من محمود الخطيب ومجلس ادارته. محمود الخطيب بيتهرب من الضرائب ليه؟ علشان مصادر الاموال المشبوهة اللي بتدخل النادي الاهلي. لو في مصادر اموال رسمية ونضيفة بتدخل النادي الاهلي ان شاء الله مليارات الدولارات، ايه اللي يمنع مجلس ادارة النادي الاهلي ان هو ما يسجلش الارقام دي في الضرائب المصرية علشان خاطر يدفع الضرائب وحق البلد، علشان خاطر البلد تبقى عارفة اللي داخل واللي خارج من مصادر اموال في النادي الاهلي. بس اللي بيحصل غير كده تماما، واللي اكد على كلامي والحقائق اللي انا قلتها المتحدث الرسمي باسم مجلس ادارة نادي الاهلي وجمهور نادي الاهلي، مش احمد شوبير، لا، ايهاب الخطيب. وطبعا كلنا عارفين مين هو الصحفي ايهاب الخطيب بالنسبة للنادي الاهلي ومجلس ادارة النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. طلع في قناة فضائية قال لك النادي الاهلي عنده نسختين من العقود، نسخة للاعب ما بينه وما بين شركة الكورة، والنسخة التانية ما بين اللاعب والنادي وما بين اتحاد الكورة. سيستم في اي فريق في العالم ما نشوفوش خالص. ازاي احمد سيد زيزو يتسجل ب5 مليون جنيه وفي الناحية التانية يوصل عقده ل100 مليون جنيه في الموسم واكتر من 100 مليون جنيه في الموسم؟ الفرق ده فين؟ الفرق ده سرقة في الضرائب بمبدأ ان احنا بنتعامل مع شركة كورة وعاملين عقد خاص للاعب بصفته ايه؟ لاعب كرة قدم. المفروض كل ده يكون تحت اشراف اتحاد الكورة لانه لاعب محترف، وفي عقد ما بينه وما بين النادي وما بينه وما بين اتحاد الكورة اللي تابع ليه النادي. بس عشان النادي الاهلي نادي شريف ومش بيسرق فلوس ولا عنده غسيل اموال فعامل العقدين دول.